الملك سلمان بن عبد العزيز. الشخص التالي في قائمتنا أغنى ملوك العرب، وهو الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، وهو رئيس عائلة بتبلغ ثروتها تقريبا 2 تريليون دولار، وهو اشي مش سيء مع انه في كثير من المخاطر الامنية. وابنه ووريثه المستقبلي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بيقدر انه يتعامل مع هاي المخاطر. بيتمتع الملك سلمان بن عبد العزيز بثروة تقدر ب20 مليار دولار، وبيملك هو عائلته مجموعة كبيرة من العقارات في جميع أنحاء العالم، ومنها واحدة من أغلى الفيلات في العالم، وهي فيلة شاتو لويس 14، واللي كلفت العائلة مبلغ 300 مليون دولار تقريبا. ومع هيك الملك سلمان بقيم في قصر أكثر فخامة، واللي هو القصر الملكي في الرياض، واللي هو حرفيا تحفة معمارية فريدة ولا يقدر بثمن، مع انه في بعض الخبراء بقدر تكلفة البناء والعمالة لبناء هيك مجمع ملكي بمبلغ لا يقل عن 500 مليون دولار. وهذا المجمع الملكي بيقع على مساحة 4.9 مليون قدم مربع، وحرفيا في مستشفى خاص وكثير من المساجد وسينما ملكية وكثير من الوسائل الراحة. وفي اشي كمان بيستاهل الاعجاب غير محفظة الملك سلمان العقارية، وهي مجموعة سياراته. فالملك سلمان بيمتلك أكثر من 7000 سيارة من أغلى وأفخم السيارات في العالم، مثل مرسيدس بنز SL 600 واللي قيمتها 4.8 مليون دولار، وبوغاتي فيرون اللي قيمتها 3.4 مليون دولار، ورولز رويز فانتوم 7 واللي قيمتها 2.5 مليون دولار. وبجانب سياراته بيمتلك الملك سلمان كثير من الطائرات الخاصة الفاخرة اللي بتبلغ قيمتها أكثر من 2 مليار دولار. بس هو شخصيا بفضل السفر الخارجي في طائرته بوينغ 747 اللي بتكلف لحالها أكثر من 500 مليون دولار، وبتتميز الطائرة من الداخل باللون الذهبي بشكل رئيسي، وفي الطيارة حتى غرفة عرش. ولما ينزل الملك سلمان من طائرته بيستخدم سلم ذهبي مصنوع بشكل مخصوص إله. والإشي الأخير اللي راح نحكيه عن الملك سلمان هو مجموعة اليخوت الفاخرة الخاصة فيه، واللي قيمتها أكثر